بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم في صفحة أطباق الأمان. النهاردة هعمل كرواسون فطائر خفيفة مش دسمة. العجينة دي بعد ما خمرت. هقول لكم مكوناتها. طبعا دي كمية قليلة، أنا الكمية في الفرن. هي كيلو دقيق، 2 كوب حليب دافئ، ربع ملعقة ملح، معلقتين سكر. هنحط كمان الزيت، نص كوباية زيت. بحط كمان عشان ما انساش بس معلقة حبة البركة، وبحط الخميرة معلقتين خميرة. المعلقة اللي أنا بعاير بيها هي معلقة الرز، معلقتين خميرة حبيبات، وكيس بيكنج باودر. كيس البيكنج باودر ده بيعالج لي الخميرة اللي هي الحبيبات، عشان لو ما خمرتش هو برضو ساعات الخميرة ما بتكونش كويسة، ممكن تكون قديمة فتبوظ العجينة ما تخمرش. فأنا بحط احتياطي كيس بيكنج باودر في أي عجين أنا بعجنه، لازم أحط بيكنج باودر مع الخميرة الحبيبات. دلوقتي أنا كده عايزة أدور العجينة عشان أعملها كرواسون بالطريقة دي. هقسمها إلى 8 مثلثات. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عندي الحشو هنا، في حشو ده سوسيس فراخ مع بصل اخضر، ودي جبنه براميل بيضه مهروسه مع زيتون مخلي طبعا وبقدونس. الزيتون اهو انا بخليه وممكن احطه بالتلاجة بالفريزر، باخد منه وقت ما انا عاوز. ده عندي صفار بيض عشان ادهن الوجه لما اخلص الكرواسون، وعندي زيت زيتون وزعتر او دقه، وعندي فلفل رومي. اي حشوه انتوا عايزين تحشوها، ممكن فراخ، ممكن لحمه مفرومه، اي حشوه ممكن هنحشي بيها النهارده. هنحط الطريقه دي. انا هشتغل بسرعه علشان توقيت الوقت بتاع التصوير. انا حاطه كرواسون بالفرن ان شاء الله، عبال ما اخلص الفطائر دي يكون هو استوى، واوريكم الشكل النهائي والتقديم. اللي بيصور معايا عمال بيضحك. انا بحب اقفلها من جنب كده اهو، وبعد كده اروح الف. اديني لفيت بالطريقه دي. دي واحده، ادي الشكل التاني برضه. على طول انا اشتغل المفروض بسرعه. هي العجينه كده خمرت بالشكل ده. شويه هشوف الفرن برضه علشان ايه ما يتحرقش، وهكون مجهزه